مره اخرى خطيره لصالح المنتخب الجنوب افريقي. اللعب على تير حفظ الله ان الضربه، ولا عرفوا بانه لي تير هما اللي غادي يقدروا يماركيو بهم من جديد. كره لعبه طويله مزيانه الكره هذه، خروج الحارسه ديالهم او هذه المدافعه في الاخير خرجتها الى التوش. اذا 20 دقيقه يونس لحد الان تفوق منتخب جنوب افريقيا، ولكن اللاعبات ديالنا لحد الان مقاتلات انتظار انه يماركوا البدايه تاعها 1-0 في هذا الشوط الاول من النهائي ديال الالعاب المدرسيه الافريقيه. اللي بغى يتبع هذه المقابله ايضا بليماج راه كاين في الصفحه وفلاشين اوفيسيال ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف تي في. نواصلوا دائما جولتنا حصه اليوم من برنامجكم يوميا الانديه. دابا نمشيو لعند عبد الوهاب بالفاطر كما وعدناكم اخبار فريق شباب المسيره المنافس في القسم الاحترافي الثاني وبلديه العيون اللي كيوجد ايضا كره القدم النسويه للنصف نهائي كاس العرش المرتقبه نهايه هذا الاسبوع. نادي بلديه العيون غيواجهوا فريق الوداد الرياضي. عبد الوهاب اهلا وسهلا. مرحبا وسهلا اخويا يونس، مرحبا مستمعي راديو مارس. فريق شباب المسيره اللي تحتل الرتبه الثامنه ب 33 نقطه. اثنين اللي داز كان عنده ماتش كونتر شباب اطلس قنيطره واللي تعادل فيه 1-1. الماتش اللي كان مهم، وكان عبد الكريم بالاحمر كان عنده يعني غيابات وازنه خصوصا في اللاكس ديال الدفاع اللي بقى عنده محمد نعيم بوحديته في اللاكس. الشيء اللي خلى انه ايوب هلال ارير غوش انه يدخل يلعب في اللاكس مع محمد نعيم، وارير غوش لعب محمد بازير اللي دار ماتش كبير. محمد بازير لقى تحسينات كبيره. محمد بازير واحد من ابناء ديال الفريق ديال شباب المسيره. الفريق في نفس النهار يعني 2 سافر لمدينه بن سليمان عبر الطائره. بدا التدريب ديالو حتى الجمعه بمعدل حصه في اليوم في مدينه ديال بن سليمان في الملعب البلدي ديال بن سليمان. غدا السبت غيكون السفر للمحمديه، فغادي يباتوا في الاوتيل باش غادي يوجدوا الماتش ديال اللي غادي يكون في الرباط كونتر الستاد المغربي نهار الحد مع 5 ديال العشيه. كاين غيابات، ابرز الغيابات كاين عبد الله بو سلامه باللاكس ديال الدفاع، كذلك ارير ضروا عبد اللطيف جودي تا هو كان ضرب في الماتش اللي داز. في المقابل كاين عوده ديال الغيابات كل من الحارسين بجوج، ياسين الحواطلي وغسان بالمريني. بالنسبه للماديات خويا يونس، الفريق اللجنه ديال تصريف الاعمال استطاعت انها تعطي 50% ديال المنحه ديال السنه الماضيه للاعبيه اللي تيسالوا وخلصوا الصالير. بقات 2 بريمات هما اللي بقاو تيتسالوا. هذه هي اهم الخبيرات خويا يونس ديال نادي فريق ديال الشباب المسيره. نعم عبد الوهاب، ناخذ معك مازال اخبار فريق نادي بلديه العيون لكره القدم النسويه، تحضيراته ايضا الماتش ضد فريق الوداد في كاس العرش في نصف النهائي. نسمعوا تصريح مدرب شباب المسيره عبد الكريم بالاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمقابله ديالي بين استاد المغربي وشباب المسيره يوم الاحد المقبل بالرباط فهي مقابله صعبه. فريق شباب المسيره يحاول بالرباط باش يحقق واحد النتيجه ايجابيه باش نحقق ان شاء الله نحسنوا الترتيب ديالنا في سربور الترتيب. نتمنى والله ان الهجوم ديالنا يكون اكثر واقعيه واكثر تركيز ويكون حظ لجانبنا باش ان شاء الله نسجلوا اهداف. نضيعوا مجموعه كثيره من الاهداف في المقابلات. فريق استاد المغربي ما يكونش سهل، يكون الند ديالنا غتوا المدرب ديال فريق شباب المسيره عبد الكريم بالاحمر. بلديه العيون عبد الوهاب كيوجدوا النصف نهائي كاس العرش، فريق ايضا اللي قدم موسم محترم على مستوى البطوله الوطنيه في اختبار ضد فريق الوداد في نصف نهائي كاس العرش. بالفعل الفريق النادي البلدي اللي تيحتل الرتبه الثالثه ب 53 نقطه، فاز 15 خطره، تعادل 8، خسر 3 الخطرات، يعني انهى البطوله في المرتبه الثالثه مورا الجيش الملكي ب 73 نقطه وسبورتينغ الدار البيضاء ب 61 نقطه. الماتش الاخر كان يعني قمه ديال البطوله الاحترافيه النسويه، كان كونتر الجيش الملكي اللي استطاع ان فريق النادي البلدي يفوز
على الجيش الملكي بواحد الصفر. الماتش الاخر ديال البطوله كان فوز معنوي كبير، وكان الانهزام الاول ديال الجيش الملكي في البطوله. يعني واحد الماتش اللي كان قوي ولعبوا لاعبات سرع مزيان. اثنين كان روبو من 3 ل7. اليوم كان معدل حصه في اليوم بالليل غادي يكون سفر لاكادير لاستعدادات الماتش ديال نصف النهائي ديال كاس العرش اللي غادي يكون كونتر الوداد. الوداد اللي تحتل المرتبه الرابعه في البطوله ب 45 نقطه. يعني ماتش غيكون قوي غادي يتلعب نهار الاحد مع 7 ديال العشيه في الملعب الكبير باكادير. يعني هذا هو الاهم شي حاجه اللي وقعت بالنسبه لفريق النادي البلدي، انها تحاول انها تفوز في هذه المباراه وتمشي للمباراه النهائيه. لما لا انهم يفوزوا بكاس العرش. كاين غيابات، كاين تكبر البويهي وامينه البطاش، هما اللي كاينين تقريبا. هادشي اللي كاين، وكل اللاعبيات موجودات غادي يستعدوا لهذا الماتش ديال نهار الاحد مع 7 ديال العشيه. الماتش اللي غيكون منقول تلفزيا. هذه هي اهم الخبيرات ديال النادي البلدي خويا يونس. شكرا عبد الله بالفاطر. معك خدينا اخبار فريق بلديه العيون كره القدم النسويه والماتش نهايه الاسبوع ضد فريق الوداد في كاس العرش. النصف النهائي، نذكروا النصف النهائي الثاني ما بين فريق الجيش الملكي وناطش بركان، وايضا اخبار شباب المسيره. نمشيو نديروا اطلاله على نهايه الشوط الاول مع كوتوزاز المنتخب الوطني المغربي ومنتخب جنوب افريقيا. بالفعل يونس كما قلنا فقط 20 دقيقه اللي كتلعب، وعطينا المواصفات ديال هذا الماتش هذا بانه تيران صغير على الملعب العادي ديال كره القدم، وقلنا بانه كاين 8 ديال اللاعبات في كل فريق، 7 لاعبات وحارسه المرمى، وكذلك الشباكي او المرمى اللي تتكون صغيره. واعاده الخطا الكبير اللي دار، يعني ما زادتش خطوه واحده. الضربه كانت عرفت واش كانت قويه شنو بالك يونس؟ بيد جميل ما توقعوش البنات، لانه قطعت الكره كما قلتي في الميليو. حنا كنتكلموا راه لاعبين مساحه يعني ضيقه، ما لاعبينش الشارع كامل، ضربات مسافه بعيده شويه، دارت الفانت وابخي لا فراب. يمكن دارت الروبون، يمكن داكشي اللي خلى انه الحارس الارضيه شويه. كاين واحد روبون صغير، هذا هو اللي خلى الحارسه ما تبعات الكره ولكن ما شداتهاش. ولكن على العموم نتمناو انه يكونوا تغييرات، يكون كذلك يعني كما تنقولوا حماس اكبر من جانب اللاعبات ديالنا باش يماركيو التعادل في هذه المواجهه. تفضل يونس. شو ناخذوا ايضا اخبار فريق فتح الناظور باش نختموا حصه اليوم برنامج يوميات الانديه مع صديقنا محمد عزاوي. المنافسات ديال القسم الوطني هو عزاوي. محمد تفضل. مرحبا بك يونس، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات الكرام. يونس، كما تابعنا المقابله ديال فريق فتح الرياضي الناظوري اللي كانت صعبه فريق وداد تمارا. طبعا المقابله المنصرمه اللي كان من خلالها يصبو فريق فتح الرياضي الناظوري انه يحقق نتيجه ايجابيه ويقرب اكثر من ضمان البقاء. ولكن الانفاس الاخيره ديال المقابله عطت هدف لفريق وداد تمارا، فيما الهزيمه كانت قاسيه على فريق فتح الرياضي الناظوري. للاسف ان نهايه المقابله يعني عطت احتجاجات كثيره وكبيره على الحكم محمد السردي. يعني جميع مكونات الفتح الناظوري اللي احتجت على الحكم بدعوى ان اللاعب كان شروط. طبعا الهزيمه كما قلنا يونس كانت قاسيه على فريق يصارع من اجل الحفاظ على المكانه ديالو ضمن فروق القسم الوطني. طبعا بعد هذا الهزيمه كان يوم واحد لركوب بالنسبه للاعبين ديال فريق فتح الرياضي الناظوري من المدرب الحسين توته، وبعد اللاعبين رجعوا للتدريب طبعا اللي كتمر في اجواء عاديه جدا، والكل يعني حاسس المسؤوليه الكبيره. طبعا مقابلتين فقط اللي بقاو للفتح الرياضي الناظوري اللي غادي يحاول من خلالهم انه يضمن البقاء ضمن كما قلت فروق القسم الوطني. هو الفريق اللي كيحتل يونس الرتبه 16 ب 31 نقطه، عفوا ب 31 نقطه. غادي يواجه فريق اتحاد سيدي قاسم صاحب الصف الاخير ب 17 نقطه. نقولوا الفريق اللي غادر القسم الوطني هو يعني ما يخسر امام فريق اللي مازال كيحاول انه ينقذ الموسم في مقابله ما غاديش تكون سهله يونس، لان سيدي قاسم ما عندها غادي تخسر وغادي تلعب الكل فيما فريق الفتح الرياضي الناظوري اللي غادي يحاول انه يرجع طبعا بنقاط هذه المقابله او باقل الخسائر، لان المقابله الاخيره ديال الدوره 30 في القسم الوطني
فوليوات غادي تكون ضد اولمبيك اليوسفيه، يعني واحد من الفرق كذلك اللي ينافس من اجل ضمان البقاء. التدريب كتم في اجواء عاديه، جميع اللاعبين حاضرين باستثناء الغائب الاكبر المهاجم الطبولي ميكائيل جومير، طبعا ربعه ديال المقابلات اللي ما حضرش فيها، واللي خلى فرق كبير على مستوى خط الهجوم بالنسبه للفريق الفتح الرياضي الناظوري اللي كيعاني في هذا البوست يونس، لان منذ غياب جوبير فكنشوفوا ان حتى الخط الهجومي يعني اهداف قليله اللي كتسجل من طرف الفريق الفتح الرياضي الناظوري اللي غادي يسافر نهار السبت الصباح في اتجاه مدينه سيدي القاسم. طبعا غادي تكون اخر